استنى اعمل سؤال. مين؟ استنى اعمل سؤال. مين؟ عايز 100 جنيه. مين؟ زياد؟ عايز 100 جنيه. انا زياد على الصبح. انا بقول لك انا واقف قرفان والله محتاج 100 جنيه. انا مال انا 100 جنيه وزفت على الصبح اوعى كده. اقف فيها انتوا ما بتقفوش جنب حد يا جدع. يا جدع انت اوعى. القرف ده. ده في حد يقف كده لحد كده على الصبح؟ اهلك فلوس قد كده. انت بتمد ايدك في جيبي؟ وريني. يا زياد اوعى كده امال. يا عم اسمع اللي بقول لك عليه. اوعى يا زياد من وشي ما تنرفزنيش على الصبح. مظبوط يلا. الله. طب مش هينفع كده يا زياد. بس ترى ايه؟ ما قلت لك بس تلم نفسك. بهزر. بهزر. طب اقعد بقى اركب اركب. خلاص يا عم اسمع. إيه؟ خلاص طيب خلاص. هات انت بقى 100 جنيه. ما معيش طيب. طب هات 100 جنيه. معيش طيب انا اطلع محتاج 100 جنيه. اقول لك اطلع ب 100 ما جنيه. معيش غير انا عايز 200 هات. جنيه بكملها. ماليش أجيب دعوة. حاجة. يا عم اطلع. اوعى ايدي اطلع ب طيب. 100 جنيه. انت رخم يا جدع. اوعى. ها هتطلع بيها ولا لا؟ خد يا عم ال 100 جنيه دي انت جبله اوعى. ها ايدك هتتكسر يا جدع انت. طب خلاص خدت ال 100 جنيه سيبني. ايوه 100. حد حاطط ايده في جيبك وانت مش شايفه، تتصرف معاه ازاي؟ انا مين عادل، مدرب الدفاع عن النفس. استكمالا لحلقات الدفاع عن النفس للمكفوفين، حد حط ايده في جيبك هتتصرف معاه ازاي؟ في الغالب في اغلب الاحوال لو حد حط ايده في جيبك فهتبقى الايد الاماميه اللي هي الايد اللي قصادك على طول، لان هو سهل ان هو يحط ايده دي، صعب ان هو يجيب ايده الثانيه العكسيه ويحطها في الجيب ده. هيبقى سهل ان هو يحطها في الجيب اللي قدامه على طول. انت بتعمل ايه؟ كل اللي انت بتعمله بايدك العكسيه اللي هي الناحيه الثانيه بتخش هنا، وايدك الاماميه بتيجي منين؟ بتيجي من ورا كوعه، وتاخد ايده بالشكل ده وتضم ايديك الاثنين على مفصل المعصم وتضغط بالشكل ده كده، يبقى انت بقيت مسيطر عليه. طب تعالوا كده نجربها لو انا مش شايفه وانا كده اهو جه مسك في جيبي او حط ايده في جيبي، دخلت كده سحبت كده وضغطت كده كده، بقيت انت اللي متحكم فيه. واوعى تقول لي ان هو بايده الثانيه ممكن يوصل لك ضربات، لان انت هنا هتكسره. هو كل هدفه ان انت تسيب دي، لان دي هتتكسر. وزي القاعده الشهيره اللي قلناها قبل كده في فيديوهات كتير تخص المكفوفين، اوعى لو انت سيطرت عليه ان انت تسيبه لحد ما اي شخص يجي يستلمه منك او يساعدك، لان هو لو انت فكيته هيبقى رد فعله عنيف جدا، وساعتها مش هتعرف تتفادى اي ضربه من ضرباته لانك مش شايفه. فخلي بالك، حتى لو انت في مكان مظلم، حتى لو انت مش شخص ضرير او كفيف وحد حط ايده في جيبك وانت مش شايفه وجه حط ايده بالمنظر ده، كل اللي انت هتعمله هتيجي بالشكل ده كده اهو، ضغطت، يبقى انت كده ايه؟ متحكم فيه. الماسكه دي اصلا ماسكه يعني سخيفه شويه، لان هي جايه على مفصل ضعيف وانت حاطه في وضع صعب جدا ان هو يعرف يتحكم لو هو مش فاهم ازاي يعرف يخرج من الماسكه دي، مع رغم ان الخروج منها سهل وكنا شرحناه في فيديو قبل كده، ولكن اللي هيمسكك ماسكه زي كده هو في الغالب مش هيبقى فاهم حلها يخرج منها ازاي. اتمنى اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومه بسيطه، وما تنسوش صور وكواليس الحلقه دي هتلاقوها على الانستجرام. بحترمكم جدا وعدكم دايما بالمزيد. اشوفكم على خير.